مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وبصحة وبعافية. طبعا اليوم راح انزل لكم طريقة الزردة العراقية، يعني مال اهلنا القديمة. هنا شنو انا عندي قلاصين تمن عنبر. كنت منقعته طبعا من السحور وبديت انزله، يعني قصدي خليته على النار، مثل تشوفون يعني الحباية مال التمن تستوي كل زين. بعدين ضفت الهيل، ولا تضيفون مي كلش هواي. ضفت هيل، ضفت صبغ اللوزينة. هم حللته بالمي ونزلته. اللون اللي انتو يعجبكم، يعني خلوه شوية شوية اللون. اذا تخلونه هواي فيصير لونه كلش طوخ وهيك على صفار، يعني اصفر اصفر يعني. هنا لونه كلش حلو، راح تشوفونه بعدين. دائما بالبداية خلوه قليل على مود بعدين اللون راح تشوفونه يعني يصير طوخ. تمام. هنا أنا خليت كوبين شكر. آه، وقلت لكم اني يعني تقريبا كوب ونص تمن، خليت شوية مي خليتهم يتهدرون، يعني كل زين. وبعدها راح اضيف الدهن يا اما تردون تحرقونه بالطاوة وتديرونه فوق يعني فوق الخبطة هاي، يعني التمن والمي والشكر والهيل وصبغ اللوزينة. ويا اما تردون تديروها مثلي، بس ديروا بالكم اذا يعني مثلا حار الدهن على مود لا يطفر عليكم وتحترقون. نتركها من بعد ما خلينا كل المواد تقريبا، نخليها فد نص ساعة ساعة، مثل يتهدر تتماسك تتجانس المواد كلها مع بعضها. ويعني على كيفكم، دائما قلبوها على مود لا ترجع يعني بالجدر او تحترق، او يصير بها طعم ممرورة، لا. خلوا كله عينكم ميزانكم. اكو يخلون مي ورد، اكو يخلون مي زهر، اكو يخلون فانيلا. انا اكتفي بالهيل، دائما احب طعم الهيل بالاكل او بالمعجنات. وهنا من بعد ما يعني تهدرت وصبيتها بهيج شكل، وسهمنا وسهمكم الف عافية. الله يتقبل من عندنا صالح الأعمال، والله يرزق جميع الناس الذرية الصالحة. طبعا أنا كل سنة أول أحد من شعبان أسوي صينية زكريا لابني حسن. يعني أنا بوقتها طلبته، يعني من هواي أئمة، من هواي ناس. والحمد لله الله استجاب دعائي وانطاني حسن وخواه بحسين، الحمد لله.